اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك، ما أعظم شأنك. صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في يوم جديد من يوميات ايمي. النهارده هشارك معاكم جزء من تنظيفات الاسبوعيه للشقه عندي. هنتشجع كده مع بعض. لو انت اول مره تتفرجي على القناه ما تنسيش تشتركي من الكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس. عايزه بقى لايك حلوه منك للفيديو، وخلينا بسرعه نبتدي. اول حاجه طبعا هنبدا بيها البلكونه. دي اول حاجه لازم تتعمل علشان اي سجاد هيتكنس او فرش هيتهوى لازم يطلع على البلكونه وهي نظيفه. البلكونه زي ما انتم شايفين كده متبهدله. انا اصلا كنت حاطه فيها سجاده كده صغيره حلوه قوي بتاخد كل التراب بتاع الجو وما بتخليش البلكونه متبهدله. بس انا بالنسبه لي البلكونه كده متبهدله لان طبعا الدنيا شتت والسجاده اللي كانت فيها برضو اتبلت، فانا خدتها طبقتها وحطيتها جوه الغساله الاوتوماتيك تتغسل عقبال ما اخلص تكون نشفت. طبعا الفيديو ده انا مصوراه قبل ما كنت اجيب الستاند بتاع التنشير، فعشان كده هتلاقوا الستاند القديم هو اللي محطوط في البلكونه. جهزت كمان الميه، دي ميه كده محطوط فيها كلور، والباسكت التاني محطوط فيه ميه وفيها صابون عشان امسح بيه السلك. دخلت بقى على البلكونه، زعفت الشيش وزعفت التندة كويس جدا والجدار، ونزلت كل الاتربه اللي فيهم، وبعدين عملت الارض بالميه ونشفتها كويس جدا، وكمان عملت السلك بالباسكت اللي كان فيه ميه وكان فيه اوكسي بيخلي ريحه السلك حلوه قوي. وكمان كنست السجاد بتاع الريسبشن واوضه الولاد وحطيته كده يتهوى على الجدار. بعد بقى ما طلعت كل حاجة في البلكونة دخلت على الريسبشن، لان البلكونة دي على الريسبشن. طبعا زعفت السقف كويس جدا، زعفت البرقع، الكنب لمعته بملمع الخشب، الرخامات لمعتها بملمع الازاز، ونفضت كمان الكنب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده وفاتحة كده عشان الدنيا تتهوى. الجو كان جميل بصراحة النهاردة. بحب انضف كده والجو يكون حلو. طبعا قلب الشلت كلها والحاجات دي علشان تتهوى كنت مطلعوهم بره، بس لقيت مفيش مكان عشان فيه السجاد بتاع بقيه الشقه هدخله في البلكونه. كمان مسحت الارض كويس جدا، بس زي ما احنا شايفين الدنيا لسه مكركبه. لمعت الازاز بتاع السفره، لمعت الكراسي بتاعت السفره برضو كويس جدا. زعفت الصاله عندي والبوفيه. زي ما احنا شايفين كده يعني الدنيا اتنضفت بس لسه ما اتروقتش، والكنب ده برضو لسه عايز يتعدل، والديكورات كلها كمان كانت عايزه تترص كويس. انا طبعا ما بحبش اكركب الدنيا كلها مره واحده وبعدين اسيبها في الاخر للفرش، بحس الموضوع صعب. طبعا عايزه اقول لكم على حاجات مهمه كده وانتي بتنضفي. في ناس ما بتقدرش تعمل الشقه كلها في يوم واحد، انا من ضمن الناس دي. انا بصراحه ما اقدرش اعمل الشقه كلها في يوم واحد الا لو في حد معايا بيساعدني، ساعتها انا اقدر اعمل الشقه كلها في يوم واحد. لكن لو انتي طبعا ما تقدريش تعمليها او انتي واحده بتشتغلي ظروف شغلك ما تسمحش بحاجه زي كده، فبتبتدي تقسمي بتعملي كل يوم اوضه. يعني بتاخدي يوم كده تاخدي اوضه الولاد مثلا، بتغيري الملايات اكياس المخدات، بتلمعي الخشب كله اللي في الاوضه وبتكنسي الارض كده كنسه نظيفه. والله قدرتي ان انت تمسحي الارض بتمسحيها، ما قدرتيش خلاص اليوم اللي وراه بتعملي اوضه النوم، بعديه بتعملي الريسبشن، وهكذا. على اخر الاسبوع الشقه كلها بتبقى نظيفه، وبقيه الاوض حتى لو انت ما عملتهاش هي بتكون نظيفه لان انت بتبقي عامله لها تنظيف عميقه في اول الاسبوع. لو بتعملي بقى زي ما احنا شايفين كده الشقة كلها في يوم واحد، فزي ما احنا شايفين كده اليوم ده انا بحاول ما اعملش فيه غدا او بجيب اي حاجة جاهزة من بره، او بيكون عندي غدا من قبلها بيوم، لانه ما ينفعش ان انا ارهق نفسي بالفرش بتاع الشقة وكمان عمايل الغدا. يعني ما بعرفش اركز في الحاجتين مع بعض بصراحة. زي ما احنا شايفين كده انا الريسبشن خلصته والارض نشفت. ما بحبش اسيبها مدة طويلة عريانة، بحس ان الارض بتتطرب تاني بسرعة. كمان بيبقى مجهود عليا ان انا افرش الشقة كلها مرة واحدة. فدخلت الاول على ترابيزة السفرة، حطيت المفرش. بصوا المفارش دي اللي حابب يعني ياخد عنها فكرة، دي مفارش جوبلين. كنت جايبة منها الرنر الكبير للسفرة،
وجايبه الطقم ده 3 قطع للبوفيه، والثلاث قطع التانيين هوريهم لكم دلوقتي وانا بفرش الصالون. جايباهم لترابيزه الصالون وللترابيزات الصغيره. شكله شيك قوي وتقريبا ما بيبطلش. بتجيبيه يعني على حسب لون الصالون عندك. يعني انا الصالون عندي بيليق معاه الحاجات الكافيه، فجبته. ببتدي كده ان انا افرشه، وطبعا لو تلاحظوا بايدي كده كل شويه يعني اذا ما اكون بكويه بايديا، لان هو من تحت متبطن بطبقه من البافته. فالطبقه دي ما بينها وما بين المفرش بيدخل زي هوا، بيخليه على طول مكلكع شويه. فانا بظبطه علشان يبقى شكله كويس. بعد ما خلصت البوفيه وخلصت السفره، هخش على الكنب دوت وهبتدي اظبط الكوشن بتاعته. برضو من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها علشان اخلص منها، ما تبقاش الكوشنات مرميه في كل حته، خصوصا لما يبقوا كتير بتحس ان الدنيا مبهدله وكانك ما عملتيش حاجه. زي ما احنا شايفين كده ابتديت ارصصهم جنب بعض كلهم. وطبعا زي ما قلت لكم ان انت تنظمي وقتك او تقسمي او تبقي عارفه هتعملي ايه في يومك. دي حاجات مهمه جدا وبتسهل عليكي الوقت، خصوصا ان النور طبعا بيقطع، فالوقت يعني خلاص. يعني هو اليوم لوحده ما كانش بيكفي بصراحه، ومع ساعتين قطع النور خلاص الوقت بيبقى ضايع. فمهم جدا ان انت تبقي محدده من قبلها بيوم انت هتعملي ايه تاني يوم، هتطبخي ايه، تبقي مجهزه له الحاجه اللي عندك موجوده في الفريزر ولا لا من الحاجه اللي انت هتطبخيها. هتروقي ايه النهارده، هتغسلي النهارده ولا مش هتغسلي. كل ده تبقي مظبطاه كده في دماغك من بالليل، بحيث ان انت تصحي يا دوبك انت بتنفذي الحاجات اللي انت خططت لها. طبعا كمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. ما ينفعش الحاجه اللي انت بتطبقيها مع نفسك، ما ينفعش ان انت تقيسيها على حد تاني او تلزمي بيها حد تاني. يعني يمكن انا دلوقتي بقول لكم على الخطوط العريضه للتنظيفات او ازاي تنظمي وقتك وكده، لكن ما اقدرش الزمك واقول لك انت لازم تجيبي واحده تنظف لك البيت، او انت لازم تعملي شغل البيت كله لوحدك. لا، ما اقدرش الزمك بحاجه زي كده، ولا انت تلزمي حد بكده. كل واحد وحسب ظروفه. يعني ما ينفعش واحده معاها بيبي صغير اقول لها انت ليه بتودي السجاد دراي كلين، ادخلي انت اغسلي السجاد كله، اصحي بدري اغسليه. ليه يعني؟ ليه؟ حتى لو الواحد عنده صحه او طاقه او مقدره لحاجه زي كده، يعني ليه تغسلي سجاد؟ مش كل الناس عندها اماكن مثلا لغسيل السجاد، ومش كل الناس بيبقى عندها صحة لحاجة زي كده. فاللي انت بتطبقيه على نفسك ما ينفعش ان انت تطبقيه على حد تاني. وبرضو زي ما بقول لكم، لو واحدة بتشتغل بتبقى ظروفها غير اللي هي قاعدة في البيت ما بتشتغلش. دي الفازة اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات، طلعتها وحطيت جواها ده اسمه هيش. طالع موضة قوي وعجبني بصراحة، وحسيته احلى من الورد. هبتدي كده ان انا اظبط الصالون كمان، هخش عليه اظبطه. البرقع طبعا مكان ما نضفناه بالزعافه وشيلنا من عليه التراب بيبقى متبهدل كده، والكسرات بتاعته دي بتبقى متلخبطه، فببتدي ان انا اسويها كده بايديا، برتبها كده بايدي علشان ما اضطرش ارجع لها تاني بعد ما اخلص خالص. لو انا رايحه وجايه لقيتها مبهدله هطلع تاني على الكرسي وهقف وهعدلها. فايه من قصرها كده بطلع كده اظبط الدنيا وانا واقفه بالمره. وطبعا عايزه اقول لكم ان دي مش تنظيفه عميقه للشقه، دي تعتبر تنظيفه اسبوعيه. بس انا مش بعمل كده كل اسبوعين بصراحه، كل اسبوع قصدي، انا بعمل كده كل اسبوعين. يعني ان انا اشيل السجاد وامسح تحتيه دي حاجه بتتعمل كل اسبوعين. لكن لو انت بتحبي تعملي بقى كل اسبوع، مش لازم تسيقي، الا لو انت شايفه او حاسه ان الدنيا متبهدله قوي. انا عشان بشتغل فيعني بحس ان انا يعني هامله في الشقه شويه، فبحاول احافظ عليها على قد ما اقدر. يعني اللي انا بعمله ده بحاول احافظ عليه لمده اسبوعين او 10 ايام. لكن اهم حاجه عندي ان انا اكنس الشقه طبعا كل يوم او يوم بعد يوم. دي حاجه مهمه جدا، مع تنظيف الحمام مرتين برضو في الاسبوع. دي حاجات ما ينفعش استنى عليها مع التنظيفه بتاعه الاسبوعين. لكن في خلال اسبوعين طبعا خلاص بيكون الخشب عليه تراب، لازم الخشب خلاص يتلمع. اي حاجه ازاز او اي حاجه رخام بيبقى برضو عليها تراب، فكل ده لازم بقى يتظبط كده وتتعمل زي تنظيفه عميقه، بس مصغره شويه. طبعا انا دخلت هنا على الصالون برضو هبتدي اعدل الشلت بتاعته، وبكده اكون الريسبشن كله خلصته. البلكونه بس هي اللي طول الوقت يعني داخلين وطالعين عليها. بنحط فيها سجاد، بنحط فيها فرش، اي حاجه عايزه تتهوى بنطلعها في البلكونه، منها ان هي بتوسع لنا مكان، ومنها برضو ان هي بتتهوى.
عايزه اقول لكم ان الصالون ده انا متجوزه بيه. يعني هو يبان لكم ان هو متنجد وكده، يعني هو تنجيده حلو، بس بصراحه القماش بتاعه مش عاجبني وعايزه انجده. يعني ادعوا لي ان انا كده اقدر وانجده، حاساه هيفرق جدا في نفسيتي، لان لون النبيتي والزيتي مع بعض جايبين لي اكتئاب جامد قوي. نفسي اعمله الوان كده من الالوان اللي طالعه موضه. ان شاء الله لو غيرته هشارك التوضيب ده معاكم. بس طبعا من هنا لغاية ما أجدد الصالون لازم أحافظ عليه. أنا بحب جدا أحافظ على حاجاتي مهما كانت قديمة، بحب أحافظ عليها جدا جدا. يعني ما عندكوش فكرة، أنا من النوع اللي الحاجة لما تبقى مبهدلة قدامي أو مكسورة أو مقطعة، بحس ان نفسيتي كمان تعبانه. بحب اقعد في المكان منظم ونظيف ورايق كده. مش مهم حاجتك تبقى قديمه او جديده، يعني الحاجه لما تبقى قديمه بس نظيفه وما فيهاش كركبه احلى بكتير من ان انت تبقي عايشه في شقه كلها عفش جديد ومودرن والدنيا مكركبه حواليكي. قد ايه الكركبه بتتعب الاعصاب، وقد ايه النظافه والنظام ليهم سحر. يعني فعلا النظام والترتيب ليهم سحر. انا منظر زي ده كده يعني الله الله عليه يعني بجد بيفرق معايا جامد جدا. يعني انا ممكن حاجه زي كده احسن عندي من 100 خروجه، ان انا ابقى شايفه الدنيا نظيفه قدامي ومترتبه. بعد ما خلصت الريسبشن دلوقتي ده السجاد بتاع الطرقه. ده كان المفروض ان هو اليوم ده كان هيتغسل، السجاد بتاع الطرقه والسجاده بتاعه المطبخ. فطبعا ابتديت ان انا املى البانيو وجهزت الاوكسي والكلوركس والفرشه علشان هم دول اللي هيتغسلوا. كمان الفوط والملايات اللي طلعت من اوض الولاد، الفوط بتاعتهم والملايات بتاعت السراير بتاعتهم حطيتهم دوره في الغسيل عشان الحق انشرها بعد ما اخلص. دخلت كمان على المطبخ. المطبخ طبعا اتعمل كله، اللي بيتعمل في المطبخ الشباك، الشفاط، البوتاجاز، الاكسسوارات كلها اللي في المطبخ بتتغسل لانه بيكون عليها دهون. زي ما احنا شايفين كده الشفاط اتعمل وتركب، الشباك اتعمل، الدولاب الالموتال بيتعمل كله من بره. طبعا الناس اللي عندها دواليب الموتال عارفه ان هو بيبقى سهل جدا في التنظيف. كمان كان معايا باور، ده انا عملت بيه الشفاط. بس المطبخ زي ما احنا شايفين مكركب، الارض كمان اتسيقت، بس لسه هنفرشه مع بعض. طبعا الهدف من نوعية الفيديوهات دي هو مش ان انا اعلمكم ازاي تنظفوا ولا ازاي ترتبوا. كلنا بنعرف ننظف وكلنا بنعرف نسيق. هو الهدف منها طبعا بيكون التشجيع والتحفيز. هو انت لو ما تتفرجي على فيديو روتين وفي واحدة بتنظف او بتوريكي حاجة مكركبة وبعدين بتبتدي ان هي تروقها، بيجيلك يعني الفيديوهات دي بتديكي طاقة كده وباور، وبتبقي عايزة تقومي تعملي وتوضبي زي ما بتشوفي. يعني كمان بتاخدي منها افكار. يعني بتشوف انا كل الحاجات اللي في شقتي دي افكار انا جايباها من على اليوتيوب. من كتر يعني ما بتفرج ببقى انا كمان عايزه اوضب. وبصراحه التوضيبات دي بتفرق جامد جدا في نفسيتي. كل ركن في الشقه يعني هتلاحظوا ان انا حاطه فيه التاتش بتاعي. زي ما بيقولوا كده بحب كل حاجه ابص لها، كل حاجه عيني تقع عليها احبها تبقى حلوه، احبها زي ما انا عاوزاها بالظبط. وطبعا عايزه اقول لكم ان اليوم ده انا كنت صاحيه بدري علشان الحق انجز واخلص بدري. يعني الساعه كانت 12، كنا خلصنا الريسبشن واوضه الولاد وخلصنا المطبخ واوضه النوم ودخلنا كمان على الحمام. بس انا دلوقتي كنت بفرش المطبخ، يعني لقيته كده خلاص ما فيهوش حاجه غير ان انا بس ارجع الديكورات لمكانها. زي ما انتم شايفين كل حاجه بظبطها بحيث ان خلاص يعني ما يبقاش الدنيا كلها مكركبه مره واحده. عملت الريسبشن واوضه الولاد، دخلت على المطبخ، طالما الارض نشفت لازم ادخل احط السجاد وافرش على طول. طبعا لو انتي وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ولسه ما حطيتليش لايك، يا ريت بقى تحطي لي لايك علشان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا. كمان عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الفرش بتاعي، ايه رايكم في الديكورات اللي انا حطاها في الشقه، عجباكم ولا لا؟ واي حد ليه اي تعليقات على حاجه او اي استفسار عن حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول. المستكات دي انا بشيلها من تحت الشباك لان الشباك بيتعمل بالفرشه، فطبعا بينزل تراب، فبينزل لي التراب كله على المستكات دي. المستكات دي انا حطاها ديكور، مش بستخدمها لان شكلها حلو قوي، وانا لو استخدمتها مره مع التانية طبعا هتتلسع من الفرن او من الحلل او كده، وبعد كده يعني هتقدم وهتترمى. فلما يبقى عندك مستكات حلوه ممكن تستخدميها
تستخدميها كنوع من انواع الديكور، بيبقى شكلها حلو قوي. وتخلي الحاجات اللي هي الاقل من دي شويه تخليها للاستخدام بتاعك، بحيث ان هي لو اتبهدلت وجيتي ترميها او استغنيتي عنها ما تزعليش عليها. بس كده خلصت الجزء ده من المطبخ. هبتدي كمان دلوقتي افرش السجاده. طبعا سجاده المطبخ زي ما انا قلت لكم دلوقتي ان هي بتتغسل، لكن انا ما اقدرش اسيب المطبخ بتاعي من غير سجاده، لان المطبخ لما بيتساب من غير سجاد يعني الارض بتتبهدل بسرعه، بتتملى ميه وبعدين بتلاقيها كمان بتلزق. فطبعا على ايه هضطر كل شويه طبعا ان انا اسيقه، وانا اساسا ما عنديش وقت للكلام ده. انا بحط السجاده في المطبخ، ويا سلام لو تبقى مليالي المطبخ كله كده طول وعرض. لما اجي اكنس الشقه بكنس كمان السجاده بتاعه المطبخ، بيبقى المطبخ نظيف، وكمان السيراميك اللي تحتيها بيبقى نظيف. لو تلاحظي ان لو المطبخ من غير سجاد هتلاقي السيراميك بتاعه متبهدل جدا، يعني اي طرطشه زيوت او دهون او كده بتنزل كلها على الارض، ولو واقفه بتغسلي مواعين بتلاقي المايه كمان نزلت على الارض، فما بتبقاش الطف حاجه يعني بصراحه. عملت كمان الركن ده. طبعا انتوا لو تلاحظوا ان انا الديكور ده يعني ما اعتمدتهوش بعد كده، انا غيرته، وديت الستاند بتاع البهارات ده حاولت اخليه قريب من البوتاجاز عشان وانا بطبخ تبقى البهارات كلها جنب مني. بس ايه حاولت ان انا الم الدنيا بسرعه، لاني حسيت انه خلاص يعني ايه مفروض ان انا كنت اخلص، مش هظبط الديكورات دلوقتي، المهم بس ارجع الحاجه لاماكنها. بصوا بقى الباسكت ده باسكت بيتعلق في الدولاب الالموتيل. ده باسكت صغير كده بتحطي فيه كيس وبتحطيه بتعلقيه في الضرفه الالموتيل. هوريكم دلوقتي بيتعلق ازاي. عملي جدا وبيسهل الدنيا بشكل مش طبيعي، بحيث ان انت لو بتنضفي اي خضار او حاجه على طول يعني انت واقفه بتنضفي على رخامه وفي نفس الوقت الباسكت قدامك. بصوا بيتعلق ازاي بمنتهى السهوله كده في الضرفه الالموتيل. بتقشري بقى فيه بطاطس، بتقشري فيه الخيار، بتنضفي فيه الطماطم، بترمي فيه على طول بدل ما تفضلي رايحه جايه على الباسكت الكبير. ولما بيتملى بتاخديه تربطيه وتحطيه في الباسكت الكبير بتاع المطبخ. دي بقى السجاده البديله بدل السجاده اللي بتتغسل. حطيتها كده زي ما قلت لكم علشان بس احس ان الدنيا بقت نظيفه وملمومه معايا، وبكده بيكون المطبخ بتاعي خلاص. طبعا قبل ما اطلع من المطبخ كمان لقيت المسحوق بتاع غسالة الاطباق، ما كنتش انا لسه فضيته. بصوا ده شكله اسمه لودويك. ده عبارة عن اقراص فيها الملح والمسحوق والزيت. بحب احطها كده في العلبة ديت، وبحطها في التربو اللي جنب الغسالة عشان تبقى سهلة عليا في الاستخدام. طبعا بعد النظافة الجميلة دي وريحة الاوكسي والبرسيل جل والحاجات دي كلها، يا سلام لو تولعي عود بخور كده تحس الدنيا بقت نظيفة وبتديكي طاقة ايجابية. دلوقتي دورة الغسيل كانت خلصت، هطلع انشرها في اول النهار كده عشان تلحق تنشف على اخر اليوم. كمان فرشت البلكونة دي المشاية اللي انا كنت قايله لكم عليها، فرشتها في الارض عشان الدنيا ما ترجعش تتبهدل تاني. وكمان نشرت الملايات بتاعتي والفوط. طبعا عايزه اقول لكم اليوم بتاع تنظيف الشقه ده بيطلع منه غسيل كتير جدا، بتبقى طبعا ملايات وفوط، وغير الفوط كمان بتاعه المطبخ. كل ده بيطلع معايا اليوم ده، ممكن اغسل دوره او دورتين ورا بعض علشان الباسكت ما يبقاش مليان غسيل. الحمام كمان خلصناه، ودي المشاية بتاعة المطبخ اتغسلت هي والمشاية الكبيرة بتاعة الطرقة، وطبعا سايباهم في البانيو علشان يتصفوا. هسيبهم شوية وبعدين هطلع احطهم بقى في البلكونة علشان يتهووا براحتهم، لانهم هيتسابوا يومين في البلكونة. دلوقتي احنا هنا كنا تاني يوم، لان انا بصراحة ما قدرتش اكمل تصوير في اليوم الاولاني. طبعا كنت خلاص شلت الغسيل، وده السجاد اهو قلت اوريكم شكله. ده كان تاني يوم، بس هو طبعا ما كانش لسه نشف. رفعت من عليه التندة علشان ينشف خالص. اهم حاجة في غسيل السجاد ان انت تسيبيه ينشف براحته علشان ما يعملش ريحة مش كويسة. واخيرا خلصت واخيرا فرشت الحمد لله. قلت بقى اشارك معاكم بدل ما انا تعباكم معايا كده من الصبح وعمالين تتفرجوا معايا على البهدله والكركبه، لازم تستمتعوا معايا باللحظات الجميله. ابتديت ان انا ارش كده معطر على التابلو ده تابلو جوبلان، وعلى الكوشن وعلى الورد. دي الحاجات والستاير، دي الحاجات اللي بيثبت فيها المعطر.
ما عندكيش معطر ممكن تولعي عود بخور كده وتقفلي الشبابيك كلها علشان تحسي ان الدنيا بتاعتك ابتدت تهدى ومفيش تراب تاني يدخل. ما تسيبيش الشبابيك طول الوقت مفتوحة لان الدنيا بتتطرب بسرعة جدا. عشان كده انا كنت طول الوقت حريصة ان انا افرش الشقة بسرعة، كل جزء كان يخلص كنت بفرشه معاكم واحدة واحدة علشان في الاخر الدنيا تبقى نظيفة. بتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم. هسيبكم بقى في جولة كده صغيرة في الريسبشن بتاعي، عايزاكم تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبتمنى ان انتم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. مع السلامة.